قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم وتشاركوا في القناة ديال الفقرات باش ديما يوصلكم الجديد، فقرات الاخبار والرياضة والطبخ. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. خلفت التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها العديد من المناطق المغربية خلال هاته اليومين حالة من الارتياح في نفوس المواطنين الذين استبشروا خيرا بها، إلا أن مخلفات هذه الأمطار والزخات المطرية القوية خلفت عدة خسائر، وللأسف بشرية ومادية بعدد من المناطق، ولعل أبرزها انهيار مبنى سكني مساء البارحة بالمدينة العتيقة لفاس، حيث لقي 5 أشخاص حتفهم جراء هذا الانهيار، فيما لا زالت تتواصل جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث تحت الأنقاض، فيما تم إخلاء بعض المنازل المجاورة حيث ظهرت عليها تشققات. وقد شهدت المدينة الحمراء بمراكش عدة انهيارات هي الأخرى في الساعات القليلة الماضية بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة، وحسب المعطيات فقد سجلت لحدود الساعة 4 انهيارات متفرقة بالمدينة، لم تسجل أي خسائر بشرية ولله الحمد، حيث أن هذه المنازل كلها كانت متضررة من زلزال الحوز الذي ضرب المدينة قبل 5 أشهر. وقد خصصت لجنة خاصة بمعاينة الدور الآيلة للسقوط بترصد جميع المنازل الآيلة للسقوط وحط أصحابها بالإفراغ كإجراء وقائي، إذ يترقب هطول أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة في الأيام القادمة بحول الله وقوته. هذا والله أدرى وأعلم، نسأل الله الثبات وأن يكون الواقع أفضل من التوقعات.